اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناه فور يو، من اجلك وشرح جديد معانا في مجال الموسيقى، وبالتحديد شرح من شروحات اورج الموبايل اورج 2024. الشرح بتاعنا النهارده شرح مهم جدا، واي حد بيعزف على الاورج باحتراف بيسأل عليه وبيدور عليه. بالنسبه للمبتدئين احنا لسه بادئين يا جماعه في الكورس بتاعنا، فيديو كده. بالنسبه للمبتدئين في ناس محترفين عارفين الكلام ده كله مش محتاجين ليه، هم برضو على راسي من فوق، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هننزل لهم كل اللي هم محتاجينه او لسه مش عارفين. بس احنا بادئين دلوقتي مع المبتدئين. اي حد مبتدئ على الاورج بيقول لي اي حد عنده اورج احترافي بيعزف عليه انا عايز استبدله دلوقتي باورج الموبايل، اشوف دنيتي عليه واتعلم العزف عليه واشتغل عليه. فبجرب عليه دلوقتي قبل ما اشتري الاورج الغالي ابو 7000 او 10000 جنيه. انا معايا الموبايل بتاعي وبستخدمه بتدرب عليه لحد ما اشتري الاورج. اي حد بيعزف على الاورج طبعا كلنا عارفين اي اورج بيبقى فيه حاجه اسمها ايقاع وحاجه اسمها آلات موسيقية. الإيقاع اللي هو قدامنا ده زي ما انتم شايفين بنشغله من هنا. الآلات الموسيقية زي دي بقدر أغير الأصوات بتاعتها من هنا. أي حد بيعزف باحتراف على الأورج بيتحكم في سرعة الإيقاع أو التيمبو. يعني إيه التيمبو أو سرعة الإيقاع؟ الناس اللي شغالة في الموسيقى وعندها خلفية كويسة طبعا كلنا عارفين ان الموسيقى او الاغاني انواع. في مثلا اغنيه راب، في اغنيه طربي، في اغنيه شبابي. كل اغنيه بيبقى لها سرعه في الالقاء. على حسب سرعه القاء الكلمات انا بحدد التيمبو او سرعه الايقاع اللي انا هشتغل عليه. لان لما انا اغني راب مثلا لازم الالقاء بتاعي بيكون سريع، فلازم اعمل موسيقى سريعه فالتيمبو بتاعها بيكون سريع. فبحدد ساعتها التيمبو اللي انا هشتغل عليه ازاي. من خلال الكلمات اللي انا عاوز الحنها بحدد التيمبو اللي انا هعزف عليه، لان ما ينفعش اجيب ايقاع سريع واعزف عليه موسيقى بطيئه، او ما ينفعش العكس. لازم الاتنين بيتناسبوا مع بعض وبيتوفقوا مع بعض. فيفضل ان انا بجيب الكلمات الاول عاوز الحنها بقى، ابتدي اشوف الايقاع اللي يمشي عليها. بعد ما اختار الايقاع اللي هيمشي عليها ابتدي اعزف على الايقاع. هلاقي الدنيا متناسقه مع بعضها. لازم ابتدي بالايقاع. بعد ما ابتدي بالايقاع احدد التيمبو اللي انا هشتغل عليه واجربه على الايقاع. بعد كده ابتدي اعزف على الايقاع ده. هلاقي الدنيا ماشيه معايا بتسلسل. امشي بتسلسل صح من اول خطوه لاخر خطوه هتلاقي نفسك طالع بعمل ممتاز جدا وكويس جدا. وبرضه لما تيجي تتعلم موسيقى اتعلم صح. ابتدي بتظبيط الايقاع عشان تمشي على اللحن بتاع الايقاع، فبالتالي تقدر تعزف باحتراف. واللي يسمع العزف بتاعك يقول ده اللي بيعزف ده محترف، ده مش هاوي كده او مبتدئ، لا ده محترف. طبعا من ضمن المميزات اللي في اورج الموبايل عموما مش 2024 ان انت بتقدر تغير سرعة التيمبو او سرعة الايقاع بتاعك عشان تقدر تعزفه بعد كده. بعد كده لما تبقى محترف هتقدر تعزف الاغنية سريع وبطيء وعلى تيمبو سريع وتيمبو بطيء. هتبقى بقى خلاص بقى متمكن من العزف وتقدر تتحكم فيه براحتك. فاحنا عندنا الوسيلة اللي بنقدر نتحكم فيها في الايقاع بتاعنا هي هنا في الاورج بتاع الموبايل بتاعنا. طبعا الايقاع زي ما انتم شايفين اهو. انا اسف ده دوت الاله. زي ما انتم شايفين كده ده ايقاع مثلا ايقاع شرقي مميز بنجرب عليه علشان نشوف طريقة التحكم في الايقاع، وهعزف لكم برضو عليها واوريكم عملي. دي سرعة الايقاع زي ما انتم شايفين، دي السرعة الطبيعية بتاعته خالص. طب انا عاوز اغير سرعة الايقاع ده، بغيرها منين؟ بصوا حضراتكم هنا عندي على اليمين في بكرة. البكرة دي لو انا لفتها كده على الفاضي والمليان مش هتغير معايا حاجة. طب امتى هتغير معايا؟ في تحت البكرة زرار مكتوب عليه تيمبو. هو التيمبو ده هو السرعة، سرعة الايقاع بتاعي اللي انا هعزف عليه. فانا بضغط على تيمبو
وابتدي احرك البكره زي ما انتم شايفين بدأ يجيب معايا ارقام. انا ممكن اغير من البكره من هنا واتحكم فيها عشان اغير تغيير سريع، وممكن بالموجب دي ازود بالسالب دي انقص زي ما انتم شايفين كده. طب لو استنيت شويه والقايمه دي اختفت مش هتغير معايا الايقاع. لازم القايمه دي تكون ظاهره قدامي عشان اقدر اتحكم في الايقاع من خلالها. بمجرد ما تختفي من قدامي وانا العب في البكره لا هتزود ولا هتنقص. طب نجربها عملي، نشغل ايقاع. على فكره ده مش سرعه الايقاع الاساسيه، انا سرعته شويه. تمام، بنضغط هنا كده ونعمل كده. ركزوا كده معايا، بقى اسرع خالص. طب لو رجعنا هنلاقيه بيبتدي يبطأ معايا. شايفين؟ وصلت لكم الفكرة؟ كده أنا قدرت أتحكم في سرعة الإيقاع. طب أنا عاوز أجربها يا جماعة، طب أعمل إيه؟ بصوا حضراتكم، نجربها دلوقتي. طب نجيب آلة تانية، نختار آلة بس. ماشي. أنا دلوقتي هشتغل على السرعة دي زي ما هي. كده على سرعتنا. طب انا اقدر اغير السرعه؟ انا كده سرعتها. بص بقى، هلاقي نفسي متلهوج وانا بعزف بسرعه متسربع. طب اقدر ابطأ بقى. شوفوا بقى لما بطأها خالص كده مثلا. زي ما شفتوا كده عندي حرية تامة ان انا ازود السرعة او اقلل السرعة. بلعب في التيمبو زي ما انا عاوز علشان اطلع باللحن بتاعي اللي انا عاوزه. يبقى اذا اورج الموبايل مديني امكانيات جميلة جدا، بقدر اتحكم في كل حاجة زي الاورج الحقيقي بالظبط. وانتظرونا في شروحات جاية كتير قوي لكل حاجة في اورج الموبايل، ونتنقل بعد كده مع بعض للشرح على الاورج الحقيقي. وان شاء الله لينا كورس كامل في شرح النوتة الموسيقية عشان نبقى محترفين وعلى مستوى عالي جدا. ما تنسوش بقى دعمكم لينا، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الاشعارات، اكتبوا لنا تعليق، اعملوا لنا لايك على الفيديو، وتشاركوا الفيديو لكل اصدقائهم، وتدعوهم يشتركوا معنا في القناة علشان يستفيدوا من الشروحات اللي بنقدمها لكم. واكتبوا لنا في التعليقات عاوزين نشرح لكم ايه عشان ننزله لكم في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وان شاء الله كل الروابط اللي هننزلها لكم والتحميلات هتلاقوها على قناتنا على التليجرام. هكتبها لكم، هحط لكم رابط القناة بتاعة التليجرام معاكم يا اما في الوصف او في اول تعليق مثبت على الفيديو، عشان انتوا عارفين ان في بعض الروابط بتتحذف. يا اما هتلاقوها في الوصف يا اما هتلاقوها في اول تعليق مثبت. وكمان هنحط لكم باقي روابط قنواتنا على اليوتيوب وروابط صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتي عشان تخشوا تشوفوا كل الجديد عليها ان شاء الله. ما تنسوش بقى دعمكم لينا.